صحابي البايكر، صباح الفل عليكم. بنتكلم النهارده عن زيت شيل ادفانس اللي هو الازرق. الزيت دوت لما نزل يا جماعه عمل ضجه كبيره قوي، خصوصا ان هو نازل بمواصفات كويسه جدا، وكمان نازل بسعر مناسب جدا، يعني سعره يتراوح ما بين ال 200 جنيه حاليا في السوق. قبل ما نبدا نتكلم عن الزيت بتاعنا، ما تنساش ان انت تعمل اشتراك في قناتنا على اليوتيوب اليكس سكوترز. طيب نرجع تاني للزيت. هو الزيت من شركة شيل. تمام. الزيت طبعا ادفانس زي ما انتم شايفين، العبوة الزرقاء. الزيت دوت يا جماعة زيت 10W40. واول ما نزل كان فيه خلاف جامد قوي، هل الزيت دوت ينفع للسكوتر ولا لا؟ فعشان كده احنا عملنا الفيديو دوت مخصوص عشان نقول لكم هل الزيت ده مناسب للسكوتر ولا لا. طيب تعالوا كده نشوف الكتالوج بتاعه ونقرا الرموز بتاعته. اول حاجه جامده جدا في الزيت دوت ان هو صنع في المانيا، ودي في حاجه في حد ذاتها تطمن. طيب بس برضو ما وصلناش للفكره هل هو ينفع للسكوتر ولا لا. ده هنعرفه من لما نقرا المربع اللي احنا شايفينه دوت. اول حاجه كده هو واخد اعتماد ال SAE اللي هي الجمعيه بتاعه المهندسين، فدي حاجه كويسه. تمام. تاني حاجه هو ABI SM، وهنرجع للنقطه ديت كمان شويه. برضو من جاسو هو واخد MA2، و MA2 ده نوع من الإضافات للكورونا أو للويت كلاتش، أو بمعنى أصح للغيارات، يعني حاجة ملهاش علاقة للسكوتر. هي حاجة بتدي عمر عامة للكلاتش. لو هو طبعا نقلات بتقلل طبعا التآكل، بتزود طبعا العمر الافتراضي. طيب هنيجي هنا بقى للاي بي اي، وزي ما انتم شايفين كده هو واخد رموز اس ام. تمام. طيب عادة الاس، رمز الاس دوت اللي هي المحركات اللي بتمشي بالبنزين. رمز الام، تمام، ودوت بقى بيبقى الجريد. احنا الجريدز عندنا بنمشي بيها كل ما الحرف يتقدم، تمام، ابجديا يبقى اعلى. اقل حاجة طبعا الجي، تمام، واعلى حاجة هي حاليا وصلوا لها هي البي. طيب موقع الاس ام فين من الجدول؟ احنا عندنا زي ما انتم عارفين JKLMNOP. تمام كده، يعني هنا دوت اس ام ده يعتبر تكنولوجيا اللي قبل الان. وعلى حسب ما انا اعرف ان معظم محركات السكوترز بتكون اس ان، ففي الحالة ديت احنا عايزين الجريد الاعلى من ده، مش دوت. فهنا يبقى الزيت دوت مناسب جدا للموتوسيكلات، لكن للسكوتر مش هيكون افضل حاجة. وهنا كده نبقى نعتبر يعني حلينا النقطة أو الخلاف أو الجدل اللي داير على الزيت دوت. يبقى ملخص اللي احنا قلناه إن الزيت دوت، تمام، اللي هو شيل الأزرق، زيت محترم جدا، تكنولوجيا ألمانية. طبعا هو سينستيك بيزد، يعني فوق، يعني نص تخليقي. الزيت حاصل طبعا على شهادات جودة كويسة جدا من SAE، من API. عليه طبعا إضافات ال MA2، دي حاجة محترمة جدا. فأصبح إن الزيت دوت مناسب جدا جدا للموتوسيكلات، لكن للسكوترات أعتقد إن هو مش أفضل حاجة. هو ينفع للسكوتر، لكن مش هيكون يعني الأداء أفضل حاجة. وأنا بكلمكم هنا عن تجربتي الشخصية للزيت دوت. الزيت دوت مش أفضل حاجة فعليا للسكوتر. في الآخر بنقول لكم أرجو تكونوا استفدتوا.